مجموعة من المعترضين والمحتجين أطلقوا على نفسهم اسم المتبارين المرسبين في الامتحان الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. الوقفة الاحتجاجية هذه كانت أمام البرلمان المغربي وسط العاصمة الرباط للمطالبة بتحقيق في النتائج والمساءلة وإبطال نتائج الامتحان الحالية وإعادة تصحيح الأوراق. كل هذا لماذا؟ يقولون إن هناك عيوبا قد شابت الامتحان، منها وضع أسئلة فقهية بطريقة تحتمل أكثر من جواب وأكثر من رأي، ومستغربين أيضا من مساهمة هيئة المحامين في عملية التصحيح بعدما كانت قد أعلنت عن معارضتها في وقت سابق للامتحان ومارست ضغوطا لإلغائه أو تخفيض نسبة الناجحين، كما أعلنت أيضا عن مقاطعتها لحراسة الامتحان. يقولون أن نسبة كبيرة من أسماء الناجحين تربطهم علاقات قرابة ومصاهرة مع مسؤولين كبار في الوزارة والقول للمحتجين. عدد من النقباء والمحامين أيضا هم من ضمن القريبين من الناجحين، حيث كما تلاحظون أن أول 3 أسماء يحملون نفس اسم عائلة وزير العدل وهبي، أسامة وهبي، عادل وهبي، أميرة وهبي، هؤلاء الثلاثة الأول في هذه القائمة. في رده على هذه الاتهامات قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وهو أيضا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وأنه مستعد كما قال لنشر لوائح الراسبين والناجحين ومعدلاتهم، موضحا بأن المطالبة بفتح تحقيق ينبغي أن تتعلق بشبهة وجود جريمة، بينما في نتائج امتحان المحاماة لا وجود لذلك. ديال الساقطين والناجحين والنقاط نشرهم وغير بالسميه والرقم غير ما تصدم شي واحد. ثانيا ان اللي صحاح ما صححش الانسان، صحات الاله. بغيتو نوري لكم الالات ونديروا لكم لي كوبي وتشوفوا كيفاش كتصحوا. شوف لي كوبي 9 الناس جالسين وكنشوفوا لي كوبي دايزين 9 الناس جالسين، واخا يدخل واحد ولا يدخل واش غيدخلوا الاف. ثانيا السميطه ديما كاين رجع اللوائح اللي فاتوا غير كيقلبوا عليهم من هنا ومن هنا. ثانيا خلقت منصب 2000 منصب شغل، بينما كانت عليا ضغوطات باش ما نفوتش 600 500 منصب، ورغم ذاك قاومت هذه الضغوطات ودرت 2000 منصب شغل. ودابا انا كنخلق مناصب شغل وواحد تيقول لك. وفي لغة لا تخلو من التحدي، رد الوزير وهبي بخصوص ابنه الذي يعد واحدا من الناجحين في الامتحانات بأن ابنه تلقى تعليمه في كندا وعلى نفقته الخاصة. فقرة ولدي في كندا حتى تولي 4 سنين، حتى تدوز 4 سنين، دوز حتى في الفيزيك ولا في الشيمي ما عنده مشكل، ومن بعد كتجي كدوز واحد الامتحان حتى تقرا القانون. ولا بغيت تقرا القانون خصك 19 في المعدل. ولدي عنده 2 الاجازات وعنده في موريال لاباس عليه وخلص عليه وقرب. بعد تصريحات الوزير العدل ضجت مواقع التواصل من تبريراته حول نتائج الامتحانات. مثلا هنا عبد المالك السعيد زلت لسان خطيرة من وزير العدل بموجبه للطعن في امتحان المحاماة. قال الناجحون في الأصل كانوا 800 وأنا طلعتهم إلا 2000 واحد. وبأي حق تطلعهم؟ يعني أنت لم تحترم المعايير المعلن عنها، لم تحترم التنقيط ولا التصحيح. أما سامي هكذا تلقت مسامعي بحسب ما يقول سامي تصريح وزير العدل، خصوصا عندما تحدث عن المقاهي ثم عرج في الدفاع عن ابنه وأبناء العائلات النافذة، وبطبيعة الحال الشباب العاطل لا ملاذ له غير المقهى، هربا من ضيق الشقق الصغيرة والأسئلة المحرجة والواقع المزري والمكوث في البيت، هربا من نظرة الوالدين والعائلة والأخوة والجيران. هذا الشاب يعكس ربما ما يعانيه العاطلون عن العمل. أما هنا نجمة تزنيتي، لماذا هذا الإقصاء يا سيادة الوزير؟ لقد ظلمتنا وأقصيتنا، ألا نستحق النجاح؟ أين هي دولة الحق والقانون؟ أين هي المشروعية؟ نطالب بحقنا في الوظيفة. هل تعلم حجم معاناتنا ومعاناة أمهاتنا؟ لا يعقل من أصل 70,000 ينجح 2080 طالبا، حسبي الله، كما تكمل في هذه التغريدة. أما جورسيتا، نتمنى أن يعاد امتحان المحاماة وتكون الحراسة مشددة وتكون الشفافية